عالمة عبقرية بسبب ذكائها بتتعرض لخطر الاغتيال. عزيزي القارئ، خليني أحكي لك عن رواية تحت الحصار. الرواية دي بتتكلم عن إن في باحثة لقت علاج لفيروس خطير جدا يعد واحد من الأسلحة البيولوجية، والسلاح ده اللي يملك العلاج بتاعه يبقى بمثابة وأكنه ملك السلاح ذات نفسه. عشان كده العالمة دي تحت تهديد خطير، بس مش هي لوحدها، ده هي وأهلها. عشان كده المخابرات المصرية بتبعت 2 ضباط عشان يقدروا يحموا العيلة دي. بس الأمور بعد كده بتبدأ تتعقد، خاصة إن احنا بنكتشف إن العيلة دي تبقى قريبة واحد من الضباط اللي ما شافهمش بقاله أكتر من 15 سنة. الرواية تصنيفها دراما، رومانسي، أكشن. هل الرواية كان فيها حاجات مبتذلة شوية؟ فيها شوية حاجات مش مقتنعة بيها؟ لكن هل أنا استمتعت بيها؟ جدا. الرواية دي 4 من 5. ولو انتوا بتحبوا الحاجات الرومانسية هتعجبكم، لو بتحبوا الحاجات الدرامية هتعجبكم، ولو انتوا كنتوا بتقرأوا رواية رجل مستحيل فغالبا هتفكركم بيها. بداية حلوة، النهاية satisfying، ودي تعتبر واحدة من أحلى الروايات اللي أنا قرأتها السنة دي. فلو قريتوها وتعرفوا حاجة شبه كده اكتبوا لي في الكومنتس. أشوفكم المراجعة الجاية. سلام.